انا عارفه انه اغلب الوقت مشغول وما بيصدق الليل يجي علشان يرتاح، بس الصراحه نفسي احس شويه اني اهم من النوم. بحسه دايما غلط. النوم اهم منك وهيفضل اهم منك، لانه انت عارفه السبب الاولاني، يعني اكبر سبب البني ادم علشان يهلوس بيه ويشوف حاجات مش موجوده في الواقع هو بيبقى قله النوم. النوم احتياج اساسي لاي بني ادم علشان ينظم من جهازه العصبي وعلشان يعيش بصحه في الدنيا. فما ينفعش انه تحطي مقارنة ما بينك وما بين النوم بني ادم علشان تعرفي بيه قيمتك انت. ودي المشكلة الاساسية، انه قيمتك مش هتعرفيها ولا قيمة حبه ليكي عن طريق المعاناة اللي هو يعيشها علشانك. انت كده مصدر تعب ومعاناة، وده اللي محتاج يتغير. طريقة التفكير بتاعت ان انا هعرف قد ايه هو بيحبني لما يشقى ويدوق المر عشاني غلط. الفكر ده غلط. ما ينفعش تبقى انت مصدر شقة ومصدر تعب لاقرب شخص بالنسبه لك. بالعكس، انت محتاجه ان انت تكوني مصدر دعم ومصدر راحه. وده اللي محتاجين تدوري عليه وهو يدور عليه، ان الانسان اللي ترتبطي بيه او يرتبط بيكي يكون العلاقه دي مصدر سعاده ومصدر راحه ومصدر دعم في الحياه. فتبقى الحياه صعبه ووجودك بيخليها احلى، بيخليها اريح. بس يعني الحياه صعبه ووجودك يخليها تقلب جنان، تقلب شقة، تقلب توتر، تقلب ضغط نفسي مستمر. غلط. اطلعي بره الموضوع ده وارجعي لنفسك واعرفي قيمتك، ان قيمتك فيكي كإنسانة مش محتاجة إثبات من حد ولا محتاجة إثبات لعلاقة. ولو انت مختارة الإنسان دوت ومقتنعة بيه وشايفاه ان هو مناسب بالنسبة لك، يبقى انت محتاجة تكوني مصدر راحة وتدعميه في حياته، وهو كمان يكون مصدر راحة ودعم بالنسبة لك. غير من طريقة تفكيرك.